أنا أحمد وجاي أحكي لكم حكايتي، بس عايزكم تصدقوني لأن أنا فعلا ما كدبتش في ولا حرف. لما رحت عشان أتقدم لهند، والدتها حذرتني بصوت غريب قوي. صوتها كان مرعب. قالت لي اوعى تزعلها، مهما حصل اوعى تزعلها. أنا بنتي مش زي أي بنت، واوعى تنسى إن أنا حذرتك وما ترجعش تقول ما قلتليش ليه. أنا طبعا اعتبرت النصيحة دي زي أي نصيحة من أم لجوز بنتها، وما فكرتش فيها كتير. عشت مع هند 3 سنين، حياتنا كانت طبيعية جدا لغاية اليوم المشؤوم إياه. كانت الخناقة بيني وبين هند بسيطة، لكن للأسف اتحولت فجأة لخناقة جامدة جدا، وسبت البيت وخرجت من غير ما اعتذر لها، وما كنتش عارف إن الحركة دي هتبقى بداية للتغيير المرعب في حياتي. من تاني يوم على طول بدأت ألاحظ تصرفات هند الغريبة جدا. كنت راجع بالليل على البيت، دخلت المطبخ لقيتها قاعدة في الركن وبصة للسقف، بصة مرعبة، وكأنها شايفة حاجة أنا مش شايفها. والأغرب من كده بقى إن كنت أول مرة ألاحظ إن هند شعرها أسود بيلمع وطوله عند ركبتها تقريبا، بس لمعته كانت غريبة أوي مش طبيعية.